أعلن في صباح اليوم الجمعة 19 إبريل سنة 2024 نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني. وقد تساءل الكثير من محبيه عن سبب وفاة صلاح السعدني، حيث أن الخبر قد فوجئ وفاجع الكثير من عشاق وجماهير الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني. وقد أعلن خبر الوفاة من خلال مشاركته لصورة الفنان صلاح السعدني على حسابه الشخصي في انستجرام، وكتب عليها: البقاء لله، الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه. أما عن سبب وفاة صلاح السعدني فأكدت مصادر تفيد أن الفنان صلاح السعدني أصيب منذ فترة طويلة بمرض الزهايمر، وكان بيعاني من آثاره إلى جانب إصابته بأمراض الشيخوخة. وأوضح مصدر من عائلة الفنان صلاح السعدني عن حالته الصحية الأخيرة، وقال إنها شهدت تدهور كبير ليلة أمس الخميس 18 إبريل قبل أن يرحل عن عالمنا، وإن سبب الوفاة بيرجع إلى أمراض الشيخوخة ومرض الزهايمر. وتوفى الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما. أما عن مكان جنازة الفنان صلاح السعدني فقد أعلن الدكتور أشرف زكي إنه من المقرر أن تكون جنازة الفنان الراحل في عصر اليوم الجمعة 19 إبريل من مسجد الشرطة في الشيخ زايد للفقيد الرحمة وللأسرة العزاء. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.